بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا مساء الفل عليكم، يا رب كده تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا أغلى وأجمل مشاهدين وأحلى متابعين في الدنيا برا مصر جوه مصر، عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. رمضان كريم عليكم يا حبايبي. واشكركم جدا على تعليقاتكم الجميلة اللي بتشجعني وتشجعني انا اشتغل معاكم على القناة. آه، اشكركم جدا يا حبايبي من جوه قلبي، ويا رب كده بالتوفيق جميعا يا رب. تعالوا النهارده هنعمل ايه؟ النهارده تحليه سريعه كده، مهلبيه البنجر. يلا يا حبايب قلبي، تحليه سريعه كده هنعملها. يلا شوف هنعمل ايه دلوقتي. معانا بنجرتين زي ما انتم شايفين كده، قشرتهم اهم. هنمسكهم بقى نقطعهم رفيع عشان لما نيجي نسلقهم ما ياخدوش كتير في السلق. بصوا، رفيع خالص اهو، خرطهم كده رفيع خالص عشان لما نيجي نسلقهم ما ياخدوش كتير في السلق على ايه، على النار. فاحنا هنقطعهم ونشوف هنعمل ايه مع بعض. خلاص خلاص حبايب قلبي، احنا قطعنا البنجر الاول. طبعا احنا كلنا عارفين الفوائد اللي في البنجر، ومليان بالحديد. فانت ولادك اللي ما كانوش بياكلوا البنجر في السلطه او في اي حاجه، ادخلها في الحلويات. يعني ايه؟ ادخل البنجر كده في الحلويات، اعمليه في مربى، اعمليه في مهلبيه. يعني تدخليه في كل حاجه، على اساس ان ولادك ان كان عندهم نقص انيميا او حاجه، ده معالج للانيميا، ما فيش زيه ابدا في ايه، في العلاج للانيميا. فاحنا هنحط عليه الميه كده ونسلقه. فوائد البنجر ديت رهيبه. يلا حطينا عليه الميه، هنروح بقى على البوتاجاز نسلق البنجر بتاعنا. وبعد البنجر بتاعنا ما اتسلق حبايبي، سبته مجهود اهو، سلقته زي ما انتم عارفين. البنجر طبعا كلنا عارفين فيه فوائد قد ايه، وجميل ومسكر، واعمليه لاولادك في اي وصف، في اي وصفه، سلطه، في مهلبيه، في كل حاجه، في مربى. بصوا خلاص برد، هنزله بقى الخلاط ونضرب البنجر بتاعنا كده ايه في الخلاط. نروح بقى على الخلاط ونضرب ايه البنجر بتاعنا. وضربنا البنجر بتاعنا حبايبي. بصوا الجمال، بصوا جمال البنجر ولونه الجميل وريحته وحلاوته والفوائد اللي فيه. يلا بقى على الايه، على المهلبيه بتاعتنا، نعمل احلى مهلبيه بالبنجر. يلا بينا يلا بينا. احنا خلاص حبايبي جينا هنا على النار، جبنا حله كده حطينا فيها ايه، حوالي لتر ميه. هننزل بقى ايه فيها بالبنجر بتاعنا. مش كله طبعا، هو برجرتين اللي انا عاملاهم هيبقوا كتار، فاحنا هنحط بالطلب نشوف اللون. فاحنا ايه هنشوف كده ايه درجة اللون بتاع البنجر كده معانا. جميلة، بصوا الجمال اهو. هنكتر كده عشان يبقى مليان كده بالايه، بالحديد والفوائد لولادنا، تحلية كده سريعة ياكلوها كده بعد الفطار. جميل 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 اهو. بصوا معانا ايه، معانا كوباية الا ربع سكر. طبعا البنجر مسكر، مش هنكتر سكر. هو كوبايه الا ربع سكر. وهننزل بقى بايه، بالنشا على البارد. هننزل بقى بالنشا بتاعتنا طبعا على ايه، على البارد. معانا كده ايه 4 معالق نشا. بس كده هنقلبهم بقى على البارد قبل ما نولع النار مع السكر. نقلب النشا بتاعتنا لعند ما تدوب قوي. ولعنا النار بتاعتنا بعد ما النشا دابت مع السكر اهو، ولعنا النار ونقلب. وبرده جبنا هنا حله اهي، هنعمل برده حبه مهلبيه باللبن. يلا بينا نشوف برضو حبة مهلبية باللبن. جبنا هنا نص لتر لبن اهو، او نص كيلو لبن.
وقبل ما نحطه على النار هنضرب فيه معلقتين نشا وتلات ارباع كوبايه سكر. يلا بينا. ننزل بالسكر قبل ما نولع النار طبعا. ننزل بثلاث معالق نشا، 3 يعني ممسوحين. يلا يا حبايبي نشوف بقى النشا بتاعتنا، نقلبها، نعمل بقى مهلبية نشا، مهلبية بالنشا بيضة ومهلبية بالبنجر. يلا بينا هنقلب كده وهنولع بقى النار. ساعات ما النشا تدوب خالص والسكر يدوبوا في اللبن هنولع النار. نقلب هنا مع التقليب لما النشا بتاعتنا تربط اهي لسه، ونقلب هنا بدأت تربط معانا اهي. بصوا اهي، نقلب في البيضة، في المهلبية البيضة والمهلبية اللي بالبنجر الحمر. خلاص حبايب قلبي، هي ساعة ما تغلى نسيبها كده تعمل فقاقيع من هنا كده، يبقى اما تعمل فقاقيع من هنا من الجنوب كده يبقى المهلبية بتاعتنا خلاص استوت. وخلاص حبايب قلبي بصوا اهي، خلاص هنطفي بقى على بصوا اهي ديت اللي بالبنجر، دي المهلبيه اللي بالبنجر اهي، ودي المهلبيه البيض اللي باللبن. هنطفي بقى عليهم، هم خلاص استووا، ونغرفهم بقى. خلاص حبايب قلبي احنا خلاص جبنا المهلبيه بتاعتنا، بدأنا نغرف بقى المهلبيه البيضه اهي. غرفنا المهلبيه البيضه يا حبايب قلبي، هنبدأ بقى نغرف المهلبيه اللي بالبنجر فوقها كده. ندي الوش الاخير كده مهلبيه بالبنجر. بصوا الجمال اهو. حطينا مهلبيه تحت باللبن بيضه، وهنحط الوش اللي فوق ده بالبنجر. يلا ناخد بقى الوش الفوقاني دون اهو، يبقى مهلبيه بيضه تحت، والوش اللي فوق ده مهلبيه الحمراء بتاع البنجر. جميله جميله جميله. يلا يا حبايب قلبي، حطوا لك الفيديو واشتراك في القناه، في قناه ايام حلوه مع ماما وسلمى 2، واشوف وشكم على خير. لسه هنكمل. حط بقى على وشها بقى حبه جوز الهند كده، او حبه سوداني، او حبه جوز الهند وزبيب كده. بصوا، او عندك سوداني حط سوداني، او اي مكسرات عندك. احنا هنحط زبيب وجوز الهند اهو. وعملنا المهلبيه بتاعتنا حبايب قلبي. احنا سيبنا واحده بيضه خالص كده، عشان في واحده عندنا مش عايزه تاكل البنجر، فاحنا عملناها كده بيضه لوحدها. وزي ما انتم شايفين كده عملنا المهلبيه تحت ابيض، مهلبيه بيضه، وفوق مهلبيه بالبنجر، وحطينا عليها حبه جوز الهند وزبيب كده. وما تنسوش بقى حطوا لايك للفيديو واشتراك في القناه، في قناه ايام حلوه مع ماما وسلمى 2، واشوف وشكم على خير فيديو جديد ان شاء الله. حبايب قلبي اللي مشجعيني، اللايك يا حبايب قلبي، اللايك عشان يوصلكم كل جديد، عشان يرفع الفيديو ويوصلكم كل جديد مني على قناتي ايام حلوه مع ماما وسلمى 2، واشوف وشكم على خير فيديو جديد ان شاء الله.